بقلب المركز الحضري لسيدي بوعثمان توجد دار الطالبة التي تعد نموذجا فريدا لبنية تحتية تتوخى النهوض بتمدرس الفتاة القروية وخاصة تلك من الفئة المعوزة. وتتشكل هذه البنية التحتية المخصصة للاستقبال والإيواء والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثمرة برنامج متكامل تم إعداده بعناية لأكثر من 10 سنوات برعاية مؤسسة الرحمنة من أجل التنمية المستدامة. ويسعى هذا المشروع على الخصوص إلى تثمين الجهود الجماعية المبذولة على المستوى الإقليمي من أجل النهوض بتمدرس الفتاة القروية. احنا كنتوفروا الان على 17 دار الطالب والطالبه، وتم برمجه 9 ديال دور الطالب جداد، واللي اغلبهم تم برمجتها لفائده الطالبه والفتاة القروية المنحدرة من العالم القروي من الأسر المعوزة. والحمد لله هذا العام إن شاء الله عندنا 9 ديال دور طالبة، 3 غادي يفتتحوا، تم الافتتاح ديالهم مع بداية هذا الموسم الدراسي، 3 إن شاء الله في بداية السنة القادمة 2021، ومع نهاية السنة إن شاء الله يكون جميع دور الطالب اللي تمت برمجته سيتم تجهيزها وافتتاحها في وجه التلاميذ المعوزين من أجل مساعدتهم على الدراسة وتوفير البنية التحتية اللازمة. الدور ديال المؤسسة أنها كتحارب الحظر المدرسي، أنها كتشجع على الدراسة، هي عطات واحد القوة بالنسبة للمنطقة هنا في سيدي بوعثمان، لأن الأغلبية ديال الدواوين المجاورة كانوا البنيات ديالهم كينقاطعوا على الدراسة، وبحكم أن المؤسسة قريبة هي الوحيدة اللي هنا كاينة في البلدية سيدي بوعثمان، فالناس تشجعوا مؤخرا أن عندهم إقبال على المؤسسة باش تكمل البنت أو لا الطالبة المستوى الدراسي ديالها وتكمل حتى السنة الثانية. وإلى جانب هذه المهام المواطنة النبيلة التي تقوم بها دار الطالبة بكل مسؤولية، تم توفير أنشطة موازية تهم المجال الرياضي والترفيهي والثقافي، وذلك وفق نهج يجعل من هذه البنية التحتية الخاصة بالاستقبال والإيواء فضاء للعيش الكريم.